نحن الآن نتواجد هنا في المقر الخاص بسكن بعثة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج دولة قطر، والذين بدأوا يتوافدون على هذا السكن المخصص لهم لاستقبالهم هنا في هذا المكان، ومن ثم الانتقال للمشاعر المقدسة هم وعوائلهم بعد أن يتم أو بعد أن تبدأ مراسم الحج منذ اليوم 8 لشهر ذي الحجة. لدينا هنا في هذا السكن ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج دولة قطر الذين وصلوا إلى هذا المقر. لدينا هنا الحاج القطري سيد صالح المري، مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، ونتساءل كيف وصلت إلى هنا من قطر إلى مكة المكرمة، وما الذي رأيته منذ أن أخرجت من منزلك حتى وصلت إلى هذه الضيافة من خادم الحرمين الشريفين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الحمد لله رب العالمين. وجدنا الكرم من خرجنا من المركز الحدود البري المنفذ حتى وصلنا إلى مكة المكرمة المشاعر، ونحن في مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. فوجدنا الكرم كله، وجدنا الترحيب والإثناء والكرم وتسهيل الأمور لنا حتى وصلنا إلى المشاعر وأدينا مناسك العمرة وانتظار الحج، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هل من عوائق في الدخول على المنفذ البري؟ هل من مضايقات من قدومكم من المنفذ البري من أقصى الشرق في المملكة العربية السعودية إلى أقصى الغرب في المملكة العربية السعودية؟ هذه الأحاديث التي نسمعها من هنا وهناك. جزاك الله خير. أبدا يا أخي، فنحن لا زلنا على عهدنا حنا والسعودية، المملكة العربية السعودية، لأننا أخوان وأهل وأسرة واحدة، فأين نجد المضايق؟ بالعكس، كل يرحب وكل يثني وتفضل. طيب عندنا أنت الآن في مقربة ذي الملك، احنا نبغي نساعد بعد. بالعكس احنا في الشوارع الناس يسلمون علينا ونسلم عليهم ويشكروننا وحياكم الله يا مرحبا ببلدكم الثاني. لم نجد أي شيء الحمد لله. بالعكس رحب بنا وسهلت لنا أمورنا. لو تقول بس حاج قطري يفتح لك الحدود ويقول لك مرحبا بك إلى مكة. الله يحفظك. نعم الحمد لله. ماذا عن السكن هنا في هذا المقر المخصص لضيافة الحجاج القطريين؟ أنت الآن تتواجد في هذا السكن، ما الذي رأيته من الخدمات؟ هل هي على أكمل وجه أم لديكم ملاحظات معينة؟ بل جزاكم الله خير، في أرقى ما يكون الحاج. وجدنا من الكرم، وجدنا من الملاحظات، ووجدنا من الأمور التي يراعون الموظف الصغير قبل الكبير. فسبحان الله، بالعكس وجدنا الترحيب والتسهيل لم نرى في حياتنا مثل هذه الخدمة. خدمة عظيمة جدا وتستقل في طاعة الله جل وعلا في هذه الأيام الفضيلة. بالعكس يا أخي، وجدنا الترحيب ووجدنا التسهيل ووجدنا جميع أمورنا ميسرة. سبحان الله، جزاهم الله خير يا أخي. بماذا تنصحون من ينوي القدوم إلى هنا مكة المكرمة لأداء الحج من الحجاج القطريين أن يستعجل بعد أن رأيتم ما رأيتموه بأم عينيكم؟ أن يستعجل بالحج، فالحمد لله ميسر الأمور وليس فيها أي من الأمور المتعقدية، والأمر كله طاعة لله جل وعلا وخدمة الحجاج. هذا اللي رأيناه. ويسعى الحمد لله فرصة جميلة وفي طبق من ذهب مكرمة الملك. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. شكرا. إذن هنا من المقر الخاص لضيوف خادم الحرمين الشريفين لحجاج قطر رأينا بدء توافد الحجاج القطريين وصولهم هنا إلى هذا المقر الذي أعد لهم بانتظار أن تبدأ المشاعر أو بدء الحج في اليوم التروية، ومن ثم ينتقلون إلى مشعر منى ثم مزدلفة وعرفات وإلى منى ويتم حجهم مثل ما أعد لهم في البرنامج الخاص من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ممثلا في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. محمد المحمود، سكاي نيوز عربية، مكة المكرمة.